لو انتم من هواة الستيكر القص واللزق والحاجات دي فأكيد الفيديو ده ليكم. أول حاجة هتفتحوا بنترست وهتكتبوا ستيكرز وهيجيلكم ستيكر كتير قوي. تقدروا تقصوا يعني تاخدوا الصورة تحطوها عندكم على التليفون وبعدين تقصوه الشكل اللي انتوا عايزين تعملوه ستيكر. عايزين كمان تاخدوا الصورة كده زي ما هي من غير ما تاخدوا كذا حاجة وتقصوها فهتلاقوا حاجات زي كده كتير. وبعدين هنفتح البرنامج ده وهنختار الصورة اللي عايزين نفرغها يعني تبقى ستيكر مفيش وراها أي خلفيات. أنا كنت عملت برضو معاكم صور زي كده علشان تحطوا صور مثلا لبيبي أو أي حد في خلفية معينة. اختار ترانسبيرنت علشان ما يبقاش فيه وراه أي خلفيات يعني تبقى مفرغة تماما. حفظتها عندي على التليفون وهرجع للبرنامج الأولاني علشان عايزة خلفيات لبيبي فهكتب باك جراوند بيبي فوتوشوب. تلاقوا خلفيات كتيرة جدا يعني لو عايزين تعملوا للبيبي فوتوشوب هتلاقوا خلفيات حلوة قوي تصوروه وتحطوه في أي خلفية انتوا عايزينها. أنا مثلا اخترت الخلفية دي هاخدها وهفتح كانفا واحط الخلفية اللي أنا لسه محملاها. هادوس تحت على جاليري علشان أجيب الصورة اللي قصيتها سواء صورة البيبي اللي انتوا قصيتوها أو صورة أي حد وتظبطوها على الخلفية. حابين بقى تضيفوا ستيكر تاني تقدروا ان انتوا تدوسوا على جاليري برضو وتختاروا ستيكر تاني قصيتوه. وبس كده هتحملوا الصورة عندكم من غير ما تغيروا الشكل. يعني ال AI دايما بيغير في الشكل شوية فكده الصورة زي ما هي قص ولزق بمنتهى البساطة. أما الستيكرز نقدر نعمل بيها كذا حاجة. احنا من الناس مثلا من اللي بتحب تصمم صور أو تظبط صور تكتب حاجات على الصور تبقى عايزة شوية ستيكرز أو كده فبرضو فكرة الستيكرز دي حلوة أوي. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية.